ده شغل هاند ميد، ده اللي انا ببيعه بس. هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم في موضوع مهم، هو ازاي نستخدم الفن كمصدر لكسب المال، او بمعنى اصح ازاي ان احنا نطور من مشروعنا الصغير، وازاي اصلا نعمل مشروع صغير لو احنا عندنا هواية او موهبة في الفن وفي الرسم بكل فروعه بكل انواعه. فيديو النهارده هتكلم عن الموضوع ده. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا لسه جداد في القناه، هاي اسمي رحمه، متنسوش تعملوا سبسكرايب وتضغطوا زر احمر تحت الفيديو، كمان اعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وبس يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. اول حاجه، الفن ليه فروع كتير. كلمه فن شامله حاجات كتير. اول حاجه فن بالرسم، فن باعاده التدوير، فن بالكروشيه، فن بالتصوير، فن حتى بالطبخ. فكل دي انواع الفن. فازاي انا قدرت استخدم الفن ده واعمل مشروعي الخاص، مشروعي الصغير، عشان اكسب المال؟ اول حاجه، نوع الفن اللي انا استخدمته هو اعاده التدوير والرسم، او بالاصح DIY، يعني اعمل حاجات من صنع ايدي انا، هاند ميد، وابيعها. فانا بدات مشروعي اللي هو صنع كفرات للموبايل. طبعا شفت الفكره دي كتير على بنترست وقلت ليه ما اعملهاش، وخصوصا اللي انا عندي المهاره وعندي الموهبه اللي انا اعمل حاجه زي دي كده وتكون شكلها حلو، وكمان عندي المواد الخام بتاعتي. حمست جدا للفكره وقلت لازم ابدا المشروع. اول خطوه لبدء مشروع جديد هو انك تحدد الفكره، تحدد فكره المشروع. هتعملي ايه بالظبط؟ هتعملي ادوات هاند ميد، ولا ايه هو الفكره اللي هتدور حوالين مشروعك عشان تبيعها للناس؟ تاني حاجه، عرض المنتجات اللي انت بتعمليها هاند ميد بايدك. طبعا كل الناس دلوقتي بتستخدم السوشيال ميديا، فانت بتعرضي منتجاتك يا اما على الانستجرام، يا اما لو عندك صفحه على التيك توك، بقى مصدر كل الناس بتشوفه. كل الناس ممكن تعجب بالمنتجات بتاعتك وتدخل تكلمك وتقولك لو سمحت عايزه كذا وتطلب منك اوردر. فبدات اني اعمل كفرات للموبايل. طبعا الكفر اللي انا بعمله بيكون انت عندك كفر شفاف للموبايل بتاعك، انا مش بجيبه، هو انت اللي بتجيبيه. انا بس بعمل الورقه اللي بتكون موجوده تحت عشان يدي شكل الكفر. طبعا انتوا فاهمين عليا الفكره. فبدات اني اعمل شويه وصورتهم، عملت حساب على انستجرام باسمي، بدات اني انزل على المنتجات اللي انا عملتها وصورتها. نالت اعجاب كبير جدا من الناس، حتى اخواتي عجبهم الفكره، قالوا لي ابدأي مشروع. فالخطوه دي ما كانتش بسرعه قوي، لا انا قعدت وقت قبل ما افكر. الحمد لله فكرت وعملت المشروع، والحمد لله بقى مصدر لكسب المال بالنسبه لي. بس طبعا مش دايما، ده على حسب الاوردرات وعلى حسب الشهرة عبال ما تتشهري. لو انت مثلا عندك موهبة في اي نوع من انواع الفن، كروشيه مثلا، اعملي كروشيه، اعملي مثلا طواقم الكروشيه، ممكن ترسمي لوحات وتبيعهم للناس. على حسب الموهبة اللي عندك استخدميها. تاني حاجة، لازم يكون عندك نوت بوك عشان تحسبي اسعار المواد الخام اللي انت بتجيبيها عشان تعملي بيها الهاند ميد، عشان تعرفي هل انت فعلا بتكسبي ولا لا. فلازم دي حاجة لازم تعرفيها. تبدأي انك تبيعي منتجاتك لاصحابك الاول، وبعد كده اصحابك يعجبوهم وقالهم يشوفوا، فتبدأ فكرة المشروع بتاعك تنتشر. بيعها بسعر يكون متوسط، مش غالي قوي بمناسبة ان انت لسه مبتدئة وكده، ومش رخيص قوي عشان كمان ما يخليكش انك تحسي انك مش بتكسبي اصلا فلوس. هو بس الاسعار انت بتجيبيها المواد الخام هي اللي بتبيعيها وكده. فزي ما انا قلت لك، بيعي بسعر متوسط، ما يكونش غالي قوي ولا رخيص قوي، السعر كمان يكون مناسب للناس. وبس حبيت اكلمكم عن الفكرة العامة، ازاي تبدأ مشروع صغير، كمان فكرة المشروع بتاعي اللي انا بدأته والحمد لله. فيلا بينا اشارككم معايا واقول لكم ازاي انا بعمل الكفر للموبايل ده وابيعه للناس. فزي ما انا قلت لكم ان انا بعمل جرابات، للجرابات الشفافه، او البيز بتاع الجراب الشفاف لما بيكون من تحت. طبعا انت بالنشره ده تسيبني. يكون الشخص اللي عايزني اعمل الورقه اللي تحت الجراب واعمل له جرابه بيبعت لي الجراب الشفاف عشان اخد مقاسات الورقه. المهم لازم الجراب الشفاف يوصل لي قبل ما اعمل الاوردر عشان اخد مقاسات الورقه او البيز اللي هيكون تحت الجراب. بعد كده باخد الهام من برنامج بنترست اللي دايما بكلمكم عنه، بيكون فيه صور كتير والهام كتير واشكال كتير للجرابات. فمثلا لما حد يطلب مني اوردر ببعت له صور، بقول له اتفضل اختار الشكل اللي انت عايزه، ولو هو عايز شكله بعينه يبعت لي الصوره بتاعته. لو انا هعرف اعمله اوكي هقول له ماشي اقدر، لو ما اعرفش اقول له اسفه اختار شكل تاني. حاجات معينه ما بعرفش اعملها انا كهاند ميد، عايزه طباعه او حاجه زي كده. مثلا الصوره دي، فالصورة دي فيها صور مطبوعة، فأنا أقدر أعمل إيه مع إني مش بعرف أرسم الصور؟ هو عايزها مطبوعة هو، فبطبع الصور، بروح للمكتبة وأختار الصور وأطبعها. طبعا بكون حاسبة فلوس الطباعة من فلوس الاوردر، يعني انا مش بطبع من فلوسي، لا انا بطبع من فلوس الاوردر اللي هو يدفعها كمان زياده، هو المكسب بتاعي. طبعا
المكسب موجود اللي انا اشتغلت عشان اعمل الجراب بتاعه، طبعا بيكون مجهود وتعب، فطبعا بتاخد عليها مكسب. فمثلا بطبع صور وبيكون عندي ستيكرز، بطبع صور على الحاجه اللي هم عايزينها، وكمان زياده عليهم بطبع مثلا هنا عبارات بتتكتب على الجرابات عشان اقص على طول والزق من غير ما اكتب مثلا بخط ايدي، ولا هو عايز بخط الايد ممكن اكتب اي عباره هو عايزها بخط الايد على الجراب. في واحده طلبت مني اوردر وقالت لي حطي لي الصوره دي في الجراب، فطبعت الصوره دي عشان احطها في الجراب. طبعا الصوره بتكون فيها لمعه كده. طبعا انواع الورق بتكون موجوده في المكتبه، فانت بتختاري الورق، لو على حسب نوع الورق بتضيفي سعر الجراب. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا لو مثلا انا هطبع صوره بورقه A4 عاديه يعني مش فيها لمعه زي دي، فمثلا يعني سعر الجراب بيكون 5 جنيه. اما لو هطبع الصوره بورقه فيها لمع او فيها لمعه يعني مثلا ب10 جنيه. ده مثال انا بديها لكم يعني عشان تفهموا اكتر انا قصدي ايه. كده البيس او الورقه اللي انا بعمل عليها الشغل كله، بلزق على الستيكرز، الصور المطبوعه بكتب عليها، بعمل الشكل عليها هو الورق. طبعا بتكون ورقه بيضه، تقيلة، يا اما ورقة رسم مثلا وزنها 180 جرام، يا اما ورقة تقيلة زي دي. طبعا هي حتة منها بس عشان اوريكم، هي تقيلة بتتجاب برضو من المكتبة. بس كده بيكون انا كده خلصت الجراب، واحط الصورة او الجراب اللي انا عملته واسلمه تاني للشخص اللي هو عايزه، واخد فلوس تمن الجراب وكده. بس ده مشروع. فانت بقى ممكن بعد كده بعد شوية لما تكبري ممكن انك تشتغلي في تسويق اونلاين، تبيع اونلاين عن طريق البريد وكده. مثلا ده جراب اختي انا كنت عاملاه لها، فدي الورقه اللي انا بعملها وببيعها. عايزه بس اوريكم على الحقيقه، شوفوا انا اللي طبع الصور دي ومديها للمكتبه وطبعاها. ودي الورقه اللي انا بكلمكم عنها اللي تجيب من المكتبه عشان اعملها. الورده دي كانت موجوده في كارت موجوده عندي، مكتوب عليها ندى بس بالمعكوس، شوفينها بالمعكوس. طبعا ده خط ايدي، ده شغل هاند ميد، ده اللي انا ببيعه. بس الورقه دي اللي ببيعها بتتحط في الجراب الشفاف، بس هي جرابها اصفر شويه. دي الفكره. فحبيت اني اشارك معكم الفكره دي عشان لو اي حد عايز يبدا مشروع ممكن مثلا ياخد الفكره اللي انا بعملها دي ويطبقها. لو انت مثلا موهوب في الفن او كده، لو موهوب في اي حاجه تانية غير الفن، انت ممكن تفتح بيها مشروع، ممكن تعمل بيها مشروع لنفسك تكسب بيها المال. يعني ابدا بنفسك، ابدا بالفكره اللي في راسك، وثق في نفسك وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله الرزق هيجيلك شويه شويه مش على طول من اول مره. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، كمان يا رب تكونوا استفدتوا منه. قولوا لي كمان رايكم على الفيديو، وقولوا لي كمان افكار فيديوهات اعملها الفتره الجايه تحت في التعليقات. وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.